اهلا بيكم يا ابطال في المحاضره الثانيه من الميني كورس الخاص بتصميم البرامج التدريبيه. في المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عن يعني ايه برنامج تدريبي، وليه اصلا مهم جدا انك تمشي بخطه واضحه مش بعشوائيه. النهارده بقى هناخد خطوه تانية مهمه جدا ونطلع لقدام شويه، واللي معظم الناس بتتجاهلها، والخطوه دي مشروحه بشكل متعمق اكتر وبشكل اكبر في كورس تصميم البرامج التدريبيه المتقدم. والخطوه دي هي ازاي تعمل اختبارات بسيطه قبل ما تبدا اي برنامج تدريبي. وليه اصلا الاختبارات مهمه؟ تخيل معايا كده ان انت مثلا هتسافر من القاهره لاسكندريه. اول حاجه لازم تعملها ايه؟ تعرف انت واقف فين دلوقتي، يعني انت مكانك فين في القاهره مثلا دلوقتي. نفس الكلام في التمرين، لو انت مش عارف مستواك اصلا فازاي هتصمم برنامج تدريبي يناسبك؟ يعني هتبدا ازاي؟ مش هتبقى عارف انت واقف فين. فالاختبارات بتخليك تعرف قوتك الفعليه وقوتك العضليه، وتعرف نقاط القوه بتاعتك، تعرف مستوى اللياقه البدنيه بتاعتك، وتعرف انت عندك اصابات ولا لا، ايه نقاط الضعف اللي محتاجه علاج، وتقدر تقيس القصه دي فيما بعد، وتبدا من نقطه مناسبه ليك، وتبدا من السلمه اللي مناسبه ليك انت، مش حاجه جديده، مش حاجه مش مناسبه ليك. طيب ايه انواع الاختبارات؟ تعالوا مع بعض كده نفهم او نعرف بعض انواع الاختبارات. هنقسمها لثلاث اختبارات، ودي يعني صورة عامة عشان نبقى عندنا تصور او تخيل للاختبارات اللي بتتم يعني. والفتنس اسسمنت مشروحة بشكل سبيسيفيك اكتر في الادفانسد بروجرام ديزاين كورس. اول حاجه الاختبارات القوه، واختبارات القوه دي زي ان هو تعمل اختبار الوان ريب ماكسيمم، وده اللي هو اختبار اقصى وزن تقدر ترفعه في السكوات او البنش او الديد ليفت. وممكن تستخدم بدايل ابسط من ده، تشوف الوزن اللي تقدر ترفعه 8 مرات وتقدر منه تعرف اقصى وزن تقدر تشيله بناء على كالكوليتور كده بتدخل فيها الوزن والعداد، وبيقول لك اقصى وزن تقدر توصل له ايه. تاني حاجة عندنا اختبارات التحمل العضلي، والتحمل العضلي بيكون الاسسمنت اللي بيتعمل او التمرين اللي بيتعمل فيها ان هو بيعمل لك تايم مثلا مينت، دقيقة، ويقول لك تقدر تجيب كام عدة في عدة ضغط في الدقيقة دي. تمام، حلو. وممكن كمان تلاقي في كام عدة سيت اب في الدقيقة، وكمان تعمل بول اب من غير توقف لحد ما تشوف ماكسيمم ريبس تقدر تجيبها ايه. تالت اختبارات اللياقة والحركة. في اختبارات مثلا لياقة زي الجري، وتشوف انت هتقدر تجري كيلو متر في قد ايه، ومش جري سبرنتات، مش لازم تجري جري سبرنتات. في اختبار تاني برضو اللي هو 12 مينت، ولكن ده بيبقى لناس ادفانسد شوية. واختبار المرونة، وبيكون اللي هو ان انت تقدر تلمس صوابع رجلك وانت واقف، اللي هو تقوس ظهرك وتوطي وتلمس رجليك، تلمس صوابع رجليك من غير ما تتني ركبك. وفي اختبارات تانية بقى زي التوازن، ان انت تقف على رجل واحدة اللي هو السنجل ليج. وفي اختبارات تانية كتير يعني. طيب هو احنا ازاي نستفيد من الاختبارات ومن النتائج بتاعت الاختبارات؟ النتائج دي بتكون مش مجرد ارقام، لا، دي بتعرفنا الشخص ده مستواه ايه. هو حد بيجنر ولا اصلا قبل البيجنر، حد عمره ما عمل تمرين مثلا، او حد ما عندوش قدرة عضلية او قوة تحمل او اي حاجة. وده بيكون البيزك او الاساس اللي هنبني عليه البرنامج بتاعنا. لو عندك قوة كويسة لكن اللياقة ضعيفة، البرنامج هيبقى فيه تمرين ريزيستنت اكسرسايز، يعني تمرين مقاومة، وهيبقى فيه كارديو برضو، ولكن هيكون التركيز الاكبر على تمارين اللي هي ترفع الفتنس ليفل بتاعك. ولو عندك لياقه عاليه اصلا اوريدي لكن عندك عضلات ضعيفه، فهتبدا ان انت تركز على الويتس او اللودز عشان تقدر ان انت تطور من العضلات بتاعتك. ولو عندك اصابات او عندك ضعف في الحركه، فبتبدا بمرحله تاهيل وتقويه الاول، وبعد كده تبدا تتدرج وتزود واحده واحده. وببساطه الاختبارات بتقول لك انت واقف فين، وهتبدا منين، وهتبدا ازاي. الخلاصه يا ابطال، قبل ما ابدا اي برنامج تدريبي لازم اعمل تشخيص، زي ما الدكتور بيكشف على المريض قبل ما يديله علاج. وده اللي هيخليك تختار برنامج تدريبي مناسب ليك، فتتجنب الاصابات وتحقق تقدم اسرع. في المحاضرة الجاية ان شاء الله هنخش على جزء مهم جدا، وهو ان احنا هنعرف بعض المصطلحات العلمية الاساسية اللي لازم نعرفها عشان نفهم البرامج التدريبية بشكل صحيح.
ولو انتوا عايزين امثله عمليه اكتر على الاختبارات وشرح مفصل عن كل اختبار من الاختبارات هتلاقوها في الكورس المتقدم المخصص في تصميم البرامج التدريبيه. واللي حابب يسجل في الكورس او يشترك في الكورس هيلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن، وهيلاقيه في القناه في البايو بتاع القناه. وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لو انتوا اول مره تشوفوني، ولايك وشير كومنت، وشير الفيديو لصاحبك اللي بروح مش عارف هو هيتمرن ايه.